تعالوا نشوف ازاي امام عاشور بقى اهم لاعبي مصر، مش بس في خط النص، لا، ده في الهجوم كله. انا احمد مصطفى، وده برنامجكم افهم كورة. من اذكى اللعيبة، وعنده وعي تكتيكي، يقدر يتكيف تكتيكيا في اي مركز. حتى لو بيلعب قصاد ساديو ماني باك يمين ماتش كامل هيطلع كلين شيت. امام في نص الملعب مش بس ملتزم، لكنه ذكي جدا في انه يتحرك في المساحات، بيعمل سكان صح، يحدد احسن اختيار، يستلم ويسلم بسهولة، عكس لعيبة كتير بتعجن في نص الملعب. مش هقول اسمك يا مكرم. طب امام وهو مهاجم هيقدر يسرق اي مدافع بتحرك ذكي في المساحة، ومن غير ما تحس انه عمل اي مجهود. يلاقي نفسه في وضع مثالي يستلم في الكورة، بس لو الكورة وصلت له صح. ومن هنا مش بس تحركات ذكية، دلوقتي هنتكلم عن المهارات الفنية اللي هي جزء كبير من إمام عاشور. إمام بيتميز بسرعته، بس ذكائه في التحرك بتخليه واحد من أخطر لاعبي خط النص في أفريقيا. حتى لو قراره مش صح يقدر يكسب ضربة جزاء بسهولة، أصل لو حكامنا أجانب. إمام عشان ذكي بيعمل سكان سريع وهو بيتحرك، عشان يكون واعي هو فين في الملعب، اوفسايد ولا لأ. بياخد القرار في لحظة، ودايما في المكان الصح. أما قفشة بقى، يا ابني بص قدامك يا قفشه، انت فين يا قفشه؟ بص انا هقول لك حاجه واحده بس. يا لهوي، يا لهوي، يا لهوي. امام بدور المهاجم الجديد قدر يتحول لمصدر تهديد دايم. تحركاته ذكيه لدرجه انه بيخلص من المدافع باقل مجهود، بيخدعك في كل خطوه، وفي اللحظه الحاسمه ياخد اسرع قرار عشان يحط الكره في الجون. وبكل بساطه يا جماعه، الكرة مش مستاهلة. مش بس مركزه كسبه، انه من نظرة وسكان واحد على الجون هيستلم كورته ويلف يعملك اللوحة الفنية دي. ما بصراحة امام عاشور اشطر شطور. امام لعيب واثق من نفسه، بيعرف يتصرف ايا كانت الظروف. هنا هيطلب الكورة عشان هو عارف ومتأكد ان هو هيعرف يتصرف. لما يستلم الكورة في الوضعية دي هياخد الكورة، ورغم كل الظروف وهو مضغوط عليه من الجون هيسلم كورته للمهاجم. وما تعرفش هو اصلا شافه ازاي. هنا امام بيستلم تحت ضغط، وبيسلم كورته حتى وهو طالع عينه. هتشوف ذكاء امام في انه بقى عارف كويس ازاي يسرق المدافعين في ظهرهم، ويتحرك اكنه مولود مهاجم. امام دايما بيكسر الخطوط باقل مجهود، عينه على كل تفصيله في الملعب، بيعمل سكان بسرعه عشان يشوف هيتحرك فين ويمرر ازاي والمين. عشان هو كمان ذكي، مش هيمرر الكرة لاي حد. عارف ان جراديشار ممكن يبقى اوفسايد، فخد القرار الصح وكمل وعمل باش سحري لقفشه. انما شكرا يا قفشه. هنا كريم الدبيس بيعمل دور عالمي ويكمل في النص. وامام اللي قلتلكم مولود مهاجم. بصوا الجمال، التحرك، ما بقتش محتاج اتكلم والله يا ابني خلاص. ومن هنا امام اتغير بشكل كبير ومستواه اتطور، وكل موسم بنشوفه افضل واقوى. لو رجعنا من 7 شهور بس وشفنا امام كان بيتعامل مع الضغط ازاي، هنلاقيه تقريبا بيتفرج على الماتش من جوه الملعب، لا ضغط ولا شراسة، كأنه مش موجود دفاعيا. لكن دلوقتي التحول كان مرعب. امام بيضغط بكل قوة حتى لو خسر الكورة، ومش غلطته، مش بيتفرج، بيجري ويضغط بشراسة. وده الفرق الذهني قبل ما يكون بدأ. الرغم ان هو بيشارك هجوميا اكتر، هيرجع ويسند دفاعك ويخلص الكورة، ويبين قد ايه امام مختلف مع الاهلي. ومن هنا هنيجي لجزء مهم جدا، واقول لك ازاي امام بيتميز عن غيره في الملعب. هنا امام بيتحرك صح ومستني الكرة تتلعب له طولية عشان ياخد مدافع بتروجيت في سباق سرعة ويعدي منه، وكمان يعدي من الجون، وناقص يخش بيها الشبكة. بس كريم الدبيس ما بيحبش الحاجات السهلة. التفاصيل بتفرق، وامام فاهم ده كويس وعارف هو بيضغط ازاي. وعينه كمان مش بس على الكورة، عينه على زمايله، وعنده وعي ان هو بيطلب من جراديشار اللي واقف تايه في الملعب ان هو يضغط معاه عشان يقفل على كل الحلول الممكنة. امام لعيب فنان، يعرف يعمل لك ريسكي باص يخلي المهاجم بتاعك هو والجون بكل سهولة. ده كله طبعا كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه. بس نيجي عند الاخطاء، طبيعي اي لعيب عنده اخطاء، بس الفرق ما بين اللعيب العادي واللعيب النجم انه يتعلم من اخطائه ومش يكررها كل مرة. امام لعيب ذكي، لكن لازم ياخد باله من الحاجات اللي زي اللعب بوش الرجل في المواقف اللي مش مناسبة مرة واتنين وتلاتة، غير المهارة الزايدة اللي ساعات بتبوظ الهجمة بدل ما تضيف ليها. امام بيتطور بسرعة، لكن لو عالج الاخطار دي هيبقى نسخة اقوى بكتير. وفي النهاية يخلص الكل ده، الموهبة والمهارة كمان مش كفاية. لو ما كانش عندك الوعي الكامل لكل تفاصيل حياتك، مش بس في الملعب، كمان برا الملعب، هتبقى في حتة تانية تماما.
في لعيبة كتير عندهم موهبة كبيرة لكن تصرفاتهم بتقول عكس كده تماما. ودلوقتي هسيبكم مع أكبر هبدة في التاريخ. تحياتي. جسمي من طبيعه اللعيبه اللي هي لو شلت اوزان كتير او بدني كتير ان انا يعني ممكن اتصاب. والله؟ اه والله. فانا من النوع بتاع ماتشات.